السلام عليكم. عدنا ونعود أحمد. اليوم في إسبانيا لا راحة لا نعاس، كلاسيكو الأرض كما يسميه البعض، أعظم مقابلة في الكون، برشلونة ريال مدريد. كل العيون موجهة للعاصمة مدريد، ملعب سانتياغو برنابيو اللي السعة ديالو 78 ألف مشجع، واللي التذاكر ديال هاد المقابلة بالضبط كيساليو قبل ما تبدا البطولة. باقي على بداية المقابلة أقل من 2 سوايع، والتوتر على الأشد ديالو في المقاهي والأحياء. لا حديث وسط مدريد إلا عن عودة فينيسيوس وبيلينغهام للفورمة، وتألق الفرنسي مبابي اللي كيتعتبر هداف البطولة حاليا. في الجهة المقابلة أنصار برشلونة تعلق آمالها على النجم لامين يامال، اللي من بعد المقابلة غندويو عليه مزيان، وغندويو على واحد الفضيحة اللي تقدر تكون سبب في نهاية المشوار ديالو. هاد المقابلة بالضبط ما فيهاش الأقوى على الورق، ما كتعترفش بالمنطق. اللي كيكون مركز في الميدان هو اللي كيربح الماتش. اليوم برشلونة أمام تحدي صعب، ألا وهو الوقوف أمام عاصفة مدريد، ونادي الملوك خاصهم يبرهنوا أنهم أسياد إسبانيا هذا الموسم. كيف ما قلنا النتيجة غير قابلة للتوقع، لكن الفرجة مضمونة على أرضية الميدان. السؤال اليوم غنطرحه لكم نتوما، شكون غيربح اليوم، بارسا مدريد؟ وبشحال غيسالي الماتش؟ كيف قلت لكم قبيله، من مورا الماتش غنديو على بعض التفاصيل اللي كتهم نجم برشلونة لامين يامال، هاد التفاصيل اللي تقدر توضع حد احد افضل المواهب في العالم.